ضيعتني دارين والله، بهدلتني يعني. والآن مع تكريم عزيز على القلب، وبالنسبة لي من أفضل اللحظات في حياتي، المستشار ناجي الناجي. أنا هقول على كل حاجة. المستشار ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بمصر. غزة غزة رمز العزة. غزة غزة رمز العزة. غزة غزة رمز العزة. والآن مع تكريم الفنانة العبقرية دارين وائل مخرجة الفقرة، والفنان محمد أمين. والآن مع كلمة المستشار الثقافي الأستاذ ناجي الناجي. مساء الخير. في حضرة الإبداع من الصعب أنه يكون في كلام ممكن يقال، لكن في هذه المناسبة وفي هذا الاحتضان الحميم في بعض الرسائل أعتقد أنه من الأمانة في رقبتي أنه أنا أقولها لحضراتكم، مع أنه أنا عارف تماما أنه يعني حضراتكم هذه القضية الوطنية الفلسطينية مؤتمنة في مصر، ومؤتمنة بأن هذه الحناجر الهتافة الصداحة التي تعبر عن ضمير الشعب المصري الذي لم نراه يوما إلا سندا وظهيرا للشعب الفلسطيني وقضية العدل. غزة غزة رمز العزة. أنا خليني أقول لحضرتك كلام مباشر. أنا أعبر عن فلسطين، وأنا هقول لحضرتك إحنا اسمها دولة فلسطين، وكلياتنا لابد أن نكون وحدويين تجاه قضية واحدة، لا نجزئ المجزأ ولا نقسم المقسم، وهذا ما يريده الاستعمار. اسمها دولة فلسطين وعاصمتها القدس ونقطة. هذا واحد. يا فلسطين يا فلسطين. اثنين، اللي هتسمحوا لي بس انا في بعض الامور اللي من واجبي انه انا اقولها بالرغم من قسوتها. خلال 30 يوم 10325 شهيد، منهم 4852 طفل لحد قبل ما افوت من هذا الباب. لما دخلت قبل ما اطلع وانا جنب الاستاذ العظيم سهيل المرشدي، فتحت تليفوني لقيت انه في خلال ثلث ساعة هي مدة بدء هذه الفعالية زادوا 14 شهيد من الأطفال. الأطفال اللي بيستشهدوا أسوأ شيء إنه إحنا نعدهم باعتبارهم أرقام، هم مش أرقام، هم كل واحد فيهم كان عنده أمل وطموح، كل واحد فيهم كان مشروع فنان ومشروع طبيب ومشروع سياسي ومشروع مبدع، كل واحد فيهم كان عنده أمل، كل واحد فيهم كان معتقد أن هذا العالم قد يكون أكثر عدالة. في عربية الإسعاف في سادس يوم من أيام الحرب، القوافل الطبية والمعدات الطبية في فلسطين أصبحت محدودة أمام آلة القتل الهمجية. جاءت سيارة الإسعاف، فولد طلوه من تحت الركام، كانوا بدهم يحطوه في سيارة الإسعاف، السيارة زحمة، فكان لابس شنطة المدرسة على كتفه. فقال له المسعف
يا ابني لو سمحت شيل الشنطة عشان فيش مكان عشان نكفي الآخرين. قال له هذه الشنطة بها أشلاء أخوي. يسقط كتلة الأطفال. هذا ليس مجازا، هذا ليس مجازا، ما يحدث في فلسطين ليس مجازا، كل شيء شفناه هو حقيقة، وهذا العالم شافه ولم يحرك ساكنا. مش بس هيك، احنا عدنا اسبوعين نقتل وممنوع علينا نلين صور اطفالنا الشهداء توضع على نيوز ويك ونيويورك تايمز وسي ان ان باعتبارهم اطفال اسرائيليين مقتولين. حتى دور الضحيه نزع منا، حتى دور الضحيه نزع منا. انا ما بديش اطول في هذا، وانا عارف انه حضراتكم قايمين بالواجب وبالزياده، ولكن انا بدي اقول انه التحول اللي صار في الاسبوع الاخير في الرأي العام في العالم كله سببه حضراتكم، سببه القوى الناعمة، سببه انه اللي ماتوا هم نقلت اخبارهم يا استاذنا. احنا حتى وسائل التواصل الاجتماعي اللي اعتقدنا للحظات انها صوت وعن الاعلام البديل، اكتشفنا بعد 10 سنوات من ما ادمنا هذا انه هذا صوت مبحوح، انه صوت بلا صدى، المسموح لك أن تقول ما يريد الاستعمار أن يقوله. كان ممنوع أن ننعى شهدائنا، ممنوع نقول أنهم استشهدوا. اكتشفنا بعد كل هذا أنه كلنا بلا صوت. الذي جرى أنه كل أرباب الفكر والثقافة والفن في العالم من اللي وصلهم الرسالة انتصروا لفطرة العدالة وجابوا العواصم الأوروبية والعالمية وهم بنبهوا الناس. أعتقد أنه هذا أهم دور للفكر وأهم دور للثقافة، وإحنا لو عنا سفراء فحضراتكم خير سفراء لقضية فلسطين. كل فنان وكل مبدع، هذا الموقف اللي اتخذه الفنانين في مصر موقف شديد الاحترام، موقف يخليني أوقف أنا وأقول لهم شكرا، وأقول لهم منا الصمود على أرضنا ومنكم الدعم. إحنا رح نصمد وانتم وصلوا صوت الحقيقة. أخيرا في فنانة فلسطينية اسمها إيناس السقا، فنانة مسرحية جميلة جدا جدا جدا، كانت حالفة يمين لو نجت من هذه الحرب انها تيجي على مصر انه انا اجيبها على دار الاوبرا المصرية. انا من هون عم بنعي الشهيدة إيناس السقا. شكرا. يا روحي ماتت. ايه